هل تخيلتم يوما أن يقف رئيس ريال مدريد في مؤتمر صحفي ويعلن الحرب على الإعلام ويهاجم جماهير ناديه ويتحدى الجميع بالانتخابات؟ ما حدث اليوم لم يكن مجرد مؤتمر صحفي، بل كان انفجارا داخل البيت الملكي. في واحدة من أكثر اللحظات توترا في تاريخ ريال مدريد الحديث، خرج فلورنتينو بيريز بنفسه ليضع النقاط على الحروف بعد موسم كارثي انتهى بلا ألقاب للمرة الثانية على التوالي. نعم، ريال مدريد بدون أي لقب، جملة لم يعتد عشاق الملك سماعها، فكيف إذا تكررت مرتين؟ لكن المفاجأة لم تكن فقط في النتائج، بل في رد فعل الرجل الأقوى داخل النادي. لماذا هذا المؤتمر مهم جدا؟ هذا ليس مؤتمرا عاديا. حين يتحدث فلورنتينو بيريز فالعالم الكروي كله يصغي. الرجل الذي صنع عصر الجلاكتيكوس وبنى ريال مدريد الحديث خرج ليقول رسالة واضحة: أنا لن أستقيل ولن أرحل، بل سأدعو إلى انتخابات. وهنا بدأت القصة الحقيقية. انفجار بيريز على الإعلام. بيريز لم يأتي لتهدئة الأجواء، بل جاء ليشعلها أكثر. قالها بصراحة شديدة: إن بعض الصحفيين يتصرفون وكأنهم اخترعوا كرة القدم، وذكر أسماء محددة، وانتقد الهجوم الإعلامي المستمر على النادي بعد الموسم الصفري. بالنسبة له المشكلة ليست في ريال مدريد، بل في الصورة التي يحاول الإعلام رسمها. تصوروا حجم التوتر عندما يقول رئيس أكبر ناد في العالم: نحن أفضل فريق في العالم، فلماذا يجب أن أتحمل من يقول إن النادي في فوضى؟ ثم جاءت الجملة الأكثر تحدياً: من يريد الترشح فليترشح، لدي من المال ما يكفي لإدارة النادي دون أي معاملات مشبوهة. هذه ليست مجرد كلمات، هذه رسالة مباشرة لأي منافس محتمل، رسالة للأعضاء، مفاجأة مالية ضخمة في لحظة مثيرة جدا. كشف بيريز عن فكرة ضخمة قد تغير مستقبل النادي بالكامل. قال إنه يريد تسليم أصول ريال مدريد للأعضاء، وتخيلوا الرقم الذي ذكره: قيمة النادي قد تصل إلى 100 مليار يورو، يعني ذلك نظريا 100,000 يورو لكل عضو. تصريح أشبه بالقنبلة. بيريز يريد تحويل الأعضاء إلى ملاك ماليين فعليين للنادي، وقال بوضوح: لن أرحل حتى أحقق ذلك. هذه ليست مجرد وعود، بل مشروع تاريخي يريد أن يتركه قبل مغادرته. انتقاد غير متوقع للجماهير، وهنا حدث التحول الصادم. فلورنتينو بيريز انتقد جماهير ريال مدريد نفسها. قال إن إطلاق صافرات الاستهجان على اللاعبين أمر مؤلم، وشبه الأمر بصافرات ضد أطفالنا. وطرح سؤالا غريبا لكنه قوي: هل نحن في سيرك روماني؟ رسالة مباشرة: الجماهير يجب أن تدعم اللاعبين، لا أن تهاجمهم. لكن لماذا قال هذا الآن تحديدا؟ لأن الضغط داخل النادي وصل إلى مستويات غير مسبوقة. اتهامات بوجود تفاح فاسد داخل النادي. بيريز لم يتوقف عند الإعلام والجماهير، بل كشف وجود مشاكل داخلية أيضا. قال إن هناك عناصر داخل النادي تثير الفوضى، وتم تحديد هويتهم منذ طرد الألتراسيسور. هذه الجملة وحدها كفيلة بإشعال الجدل لأيام طويلة. هل هناك انقسام داخل النادي؟ هل توجد حرب خفية في الكواليس؟ بيريز ألمح ولم يصرح، لكن الرسالة وصلت. شجارات اللاعبين، الحقيقة الكاملة. الجزء الأكثر إثارة كان حديث عن الشجار داخل الفريق. تقارير تحدثت عن شجار بين تشواميني وفالفيردي، وصفع كاريراس من روديجر، لكن بيريز فاجأ الجميع برده: اللاعبون يتشاجرون كل موسم، بل كل عام. ثم قال شيئا مهما جدا: المشكلة ليست الشجار، بل التسريب. بالنسبة له تسريب الأخبار أخطر من الشجار نفسه، لأن ذلك يوحي بوجود فوضى داخل النادي. وأضاف: في اليوم التالي يصبحون أصدقاء ويذهبون لشرب القهوة. رسالة واضحة: الذي دمر الصورة ليس الشجار، بل من سربه للإعلام. وهنا تبدأ نظرية جديدة: هل يوجد شخص داخل النادي يسرب الأسرار؟ حرب مفتوحة مع الصحافة. بيريز عاد للهجوم مجددا. قال إن الصحفيين يعتقدون أن لديهم قوة كبيرة، لكن الناس أذكياء ولا يصدقون كل شيء. ووصل التصعيد إلى جملة نارية: سيكون عليهم إطلاق النار علي لأنني أحظى بدعم جميع الأعضاء. هذا مستوى غير مسبوق من التحدي في خطاب رئيس ناد. مقارنة غريبة مع أتلتيكو مدريد في لحظة مثيرة. طرح بيريز سؤالا غريبا: لماذا لا يهاجم الإعلام أتلتيكو مدريد بنفس الطريقة؟ وكأنه يقول إن ريال مدريد مستهدف بشكل خاص. ثم ختم بجملة مليئة بالثقة: هل يريدون منا الفوز 10-0 كل يوم؟ سنحقق ذلك، لا تقلقوا. رسالة تفاؤل
تفاؤل، لكنها أيضا تحمل ضغطا هائلا. ماذا يعني كل هذا لمستقبل ريال مدريد؟ لنكن صريحين، ما حدث اليوم قد يكون بداية مرحلة جديدة تماما في تاريخ النادي. انتخابات قادمة، توتر مع الإعلام، رسائل صارمة للجماهير، مشاكل داخل الفريق، مشروع مالي ضخم. كل هذه العناصر تشير إلى شيء واحد: ريال مدريد مقبل على ثورة داخلية. السؤال الحقيقي الآن: هل يستطيع بيريز إعادة الفريق للقمة أم أننا أمام نهاية حقبة؟ ردود فعل الجماهير والإعلام. وسائل الإعلام الإسبانية اشتعلت فور انتهاء المؤتمر. البعض وصفه بأنه خطاب دفاعي قوي، والبعض الآخر اعتبره إعلان حرب. أما الجماهير فانقسمت بشدة، فئة ترى أن بيريز يدافع عن النادي بشجاعة، وأخرى ترى أن الأزمة أكبر من مجرد إعلام وتسريبات. وهذا الانقسام قد يجعل الانتخابات القادمة الأكثر سخونة في تاريخ النادي. النهاية وبداية القصة اليوم لم ينتهي شيء، بل بدأت قصة جديدة في ريال مدريد. فلورنتينو بيريز أعلن التحدي، والكرة الآن في ملعب المنافسين والإعلام والجماهير. هل سينجح في إثبات أنه ما زال الرجل المناسب لقيادة النادي، أم أن الموسم الصفري سيبدأ حقبة جديدة؟ الأيام القادمة ستكون حاسمة، ربما تاريخية. إذا وصلت إلى هنا فأنت بالتأكيد من عشاق كرة القدم الحقيقية. اكتب في التعليقات: هل تؤيد بقاء فلورنتينو بيريز أم ترى أن الوقت حان للتغيير؟ لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، لأن الأيام القادمة قد تحمل أخباراً أخطر بكثير.